مش كل اللي فاكراه حصل بالظبط كده، بس الباطن سجله بطريقته. هل عمرك اتخانقت مع حد وافتكرت الموضوع بشكل مختلف عنه؟ مش لأنك بتكذب، لكن لأن ذاكرتك مش كاميرا، هي انعكاس لمشاعرك. في الحلقة دي هنعرف إزاي العقل الباطن بيخزن الذكريات وليه ساعات بتظهر بشكل مش دقيق. الذاكرة الواعية أحداث محفوظة بترتيب. الذاكرة اللاواعية مشاعر وصور مرتبطة بالحدث. أنت فاكر اللي حسيت بيه، مش اللي حصل بالحرف. الذاكرة زي لوحة مرسومة، مش تسجيل فيديو. العقل الباطن يسجل المواقف المؤثرة باستخدام الصورة، شكل المكان والناس، الصوت، نبرة كلمات، الإحساس الجسدي، رعشة، تصارع نفس، المعنى، الرسالة اللي استقبلتها من الموقف. مثال: طفل توبخ قدام الفصل، يتخزن عنده أنا مش كفء. طفل طبطب عليه وقت خوف، يتخزن أنا محبوب وفي أمان. كل موقف مؤثر يساوي ملف داخلي متكامل. المشاعر تصنع القصة. اللاواعي ممكن يخلق قصة كاملة حوالين إحساس حقيقي، حتى لو الحدث مش حصل كده بالظبط. أمثلة: شخص فاكر نفسه مرفوض دايما، بس ده حصل مرتين فقط. بنت حست إن أبوها متحكم رغم إنه كان بيخاف عليها. التمرين: افتكر ذكرى سلبية مؤثرة، ارسمها، مكان، ناس، إحساس. إيه الرسالة اللي كنت فاهمها وقتها؟ هل في تفسير مختلف لو شفتها من زاوية تانية؟ واكتب جملة جديدة بديلة. إعادة كتابة الذكرى بداية شفاء. أنت مش بس اللي حصل لك، أنت كمان تفسيرك للي حصل. كل ما غيرت التفسير، كل ما تحررت من أسر الذكرى. شاركنا ذكرى كنت فاكراها بشكل وطلعت غير كده لما فكرت فيها. ما تفوتش الحلقة الجاية: تأثير العقل الباطن على اختياراتك اليومية.